الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناتي قناة لمسة. النهاردة لمستنا الجديدة هي السوشي، أكلة معروفة في كل دول العالم، أكلة من شرق آسيا. تمام، هي أكلة يابانية مشهورة في كل دول العالم، معظم الناس كلها تعرفها. تمام. أسرار كتير، في معلومات كتيرة عنه في الفيديو إن شاء الله، يعني ما تقدموش حاجة علشان في معلومات مفيدة عن السوشي. هنجيب حلة ونحط فيها مَيّة، نعمل رز الأول، نسلق الرز بتاعها ونحط فيه جلانجة وورق ليمون وجنزبيل، تمام، متقشر، ونقطعهم ونحطهم فيه، ونحط الرز ونخلّي المَيّة عُقلة فوقيه، ونحط معاه شوية سكر، تمام، ونسلقه لحد ما يستوي على نار متوسطة. نيجي نشوف بقى المكونات بتاعتنا اللي هي عبارة عن ورق السوشي، تمام، اللي هو ورق النوري. سلقنا الرز بتاعنا بقى بالشكل ده، طبعًا مع السكر مع البوكيه جارنيه، ونحط له السكر بيطلع محلون شوية. بنجيب الخضار بتاعه ده بنحطه من قبلها بليلة في مَيّة بسكر بخل، مَيّة وسكر وخل وشوية ملح، بنحطها بحيث إنه إيه، يطرى معانا ويبقى إيه، زي يعني شبه مخلل كده. طبعًا معانا مانجا، معانا رمان، هنجرنش بيهم وهنعمل بيهم إيه، لمسات كده في البتاع، في السوشي. ده جنزبيل مخلل، تمام. ليه الجنزبيل فايدته إيه؟ علشان بيفرّق الطعم عن بعضه. مثلًا أكلت سلمون، يفرّق السلمون عن السمك عن الكراب ستيك. ده الوسابي. الوسابي طبعًا هو نبتة بس قاسية جدًا وحارة جدًا وحارة، وبتقتل الميكروبات اللي في الإيه، الأسماك النية، تمام. ده طبعًا السلمون مخلل عندنا، السلمون ده سلمون marinated معمول جرافلاكس، عملته في فيديو قبل كده. ومعانا الكراب ستيك بتاعنا اللي هو الكابوريا، تمام، اللي هو صوابع الكابوريا. ومعانا دي الحصيرة، أنا لاففها بلاستيك علشان هنلِف بيها السوشي اللي بيبقى الطبقة الخارجية بتاعته من الرز من برّه، والورقة بتبقى من جوّه. لو هاعمل كده يبقى بالِف الإيه، الحصيرة بتاعتي بلاستيك. ومعانا المَيّة دي هنستخدمها عشان إيه، أبِل بيها إيدي كل شوية. ومعانا ده الfish sauce أو الملح اللي هو التايلاندي، تمام، ده حاجة زي الملح. طبعًا إيه، إحنا ده السمك ني، وأنا باحُط عليه شوية ملح مع شوية فلفل، تمام، وليمونة بحيث إنه يستوي شوية، لإن ده ني. لإن طبعًا الحاجات النيّة ليها خطورة على صحة الإنسان، فما بنحاول إيه، ما نستعملش حاجات نيّة، ماشي. هنعمل بقى حاجة اسمها ساشيمي، وده جزء من السوشي. طبعًا شوية في إيدي كده، ماشي، وباجي حاطط عليهم الإيه، حتّة السلمون اللي أنا مقطّعها بالسكينة، مقطّعها شرايح، تمام، باسويها كده وباضغطها عليها، ماشي. ده إيه، اسمه الساشيمي، ماشي. أنا عملت أول حاجة الرز في إيدي، وبعد كده رُحت حاطط السلمونة من فوق. ممكن بقى نعمل العكس، تمام، وده الصح. أجيب السلموناية كده إيه، تمام، يعني أخدت شوية الرز أهُم، تمام، دي بالطريقة الأولى، ماشي. أهو ركّزوا معايا، باعملها زي إيه، صباع كده، تمام، باضبّطها من جميع الجوانب، وباحُط عليها إيه، حتّة السَلَمون بالشكل ده، أهو زي ما حضراتكم شايفين. وباعمل لها قاعدة من تحت بصباعي كده، ماشي. طبعًا هو المفروض الموضوع ما يكون أسرع من كده، بس طبعًا إيه، أنا عشان باورّيكم يعني، ماشي. وبنحفّفها كده إيه، بننزّل عليها من الجوانب السَلَمون، ماشي. تعالوا بقى نشوف الطريقة دي، هي نفس السشيمي بس هنعملها بالطريقة. باجيب حتّة السلمون كده وباحطها، باحط عليها حتّة الإيه، شوية الرز بتوعي اللي هم إيه، طبعًا زي ما قُلت لحضراتكم إن الرز ده لمّا بيتسلق بنحط معاه سُكّر، لازم يتحط معاه سُكّر، بيطلع زي محلون شوية، طعمه إيه، طعمه sweet، طعمه حلو شوية، تمام. وعملتها بالشكل ده. وبعد كده طبعًا البوكيه جارنيه اللي بيتحط مع الرز وبيتسلق، والمَيّة بتبقى عُقلة من فوق. لو بعد ما يستوي لو جينا لقيناه محتاج مَيّة تاني بندّي له مَيّة، تمام. ده الكراب ستيك. أنا باخد الجزء اللي فوق الأحمر ده، طبعًا الجزء الأبيض ده مش هارميه، باستخدمه تاني في استخدامات تانية أو في الحشوات، بس أنا هاخد الإيه، الحتّة الحمرا اللي من فوق دي، بحيث إنها تعمل معايا منظر في الإيه، في السشيمي بتاعه. وأعمل لها سمبوسك كده من الجنب كده، أو بالشكل ده. بامسكها في إيدي وباحط عليها إيه، شوية الرز، وباضغطهم عليها بحيث إنه يمسك فيها، تمام. وهنعمل بقى، هنربطها دلوقتي بشكل بحيث إنها تكون ليها إيه، شكل شوية، وفي نفس الوقت تكون إيه، ماسكة، تمام. هاجيب حتة شريط من ورقة السوشي، هاقطعها كده شريط بالشكل ده، ماشي، أهو. بس ما تكونش السكينة فيها مَيّة ولا إيدي مَيّة وأنا باقطعها، عشان ما هتبوظ منّي وتكِش منّي، لإن السوشي ده، ورق السوشي لمّا بيلمس المَيّة بيكِش إيه، وبيبوظ منّي، تمام. فلو هاحط له مَيّة على طول باستخدمها إيه، بسرعة يعني. بادهن حتّة مَيّة كده بحيث إنه بيلزق هو على طول يعني، ماشي. وباربطها بالإيه، بحتّة كده.
هنيجي بقى نلف الإيه، السوشي بتاعنا. طبعًا عندنا ورقة السوشي فيها جنب خشن وفيها جنب ناعم، الجنب الخشن هو اللي دايمًا ييجي عليه الرز عشان يمسك، الجنب الناعم ده بيبقى خارجي. طبعًا أهو إحنا طبعًا اللي فوق ده الوش الخشن، الجنب الخشن اللي هنحط عليه الرز بحيث إنه يلزق فيه. بادّي لها سِنّة مَيّة الأول، بارُش عليها شوية سِنّة مَيّة، حاجات بسيطة كده بإيدي، بانطّرهم كده بإيدي، وبافرد عليها الرز كده بالشكل ده، باوزّعه على جميع الأركان. ده بقى الطريقة دي بافرش الورقة كلّها سوشي، هنحتاج الكلام ده بعدين. بافرشها كلّها سوشي علشان إيه، دي هيبقى الإيه، هيبقى ملفوف عكس، اللي هو الورقة من الداخل والرز من الخارج. طبعًا إحنا قُلنا في البداية إن إحنا لمّا هنعمل كده تكون الحصيرة بتاعتنا ملفوفة بلاستيك. ليه؟ بحيث إن لو على الحصيرة بس الرز هيلزق في الإيه، في الحصيرة، فهيعذبنا لمّا يطلع يعني. ماشي، بنخلّي الإيه، بنلفّها بلاستيك. باحط الحشوات بتاعتي، شوية خضار اللي هو الخيار المخلل، اللي هو الفلفل الأحمر، فلفل أخضر، فلفل أصفر، تمام، اللي إحنا عملناهم زي ما قُلنا كده خلّيناهم لمدة يوم أو كام ساعة. ماشي، وحطينا الكراب ستيك وبنبدأ نلف، وأنا بالف بسحب الحصيرة معايا في إيدي من فوق، ما الفهاش مع الرول. ماشي، وبضغطه كده كويس بالشكل ده. تمام، اهو اتضغط بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. هاجي بقى هنعمله زي ايه، هنعمله مربع كده بحيث ان لما اجي اقطع الشريحة تطلع معايا مربعة. ماشي، بضغط كده وبايه بربعها، بتطلع معايا مربع زي ما هتشوفوا دلوقتي اهو بقت بالشكل ده. تمام، هو الموضوع سهل خالص وبسيط. هنيجي نقطع كده ايه، ونشوف الحشوة بتاعتنا عاملة ازاي من جوه. ادي الكريب ستيك وادي ورقة السوشي من جوه. تمام، هنجيب بقى شوية سمسم كده ونبدأ نشكلها ايه من بره. هنعمل مثلا واحدة بالسمسم، واحدة بالمانجا، واحدة بالافوكاتو. ماشي، أهو. ده سمسم طبعا محمص. تمام، لو في ناس ما بتحبش السمسم عادي مش مشكلة. لو في ممكن الناس تحط حبة بركة برضو عادي، مش مشكلة. طبعا احنا هنجرب معاكم جميع الاشكال علشان نديلكم شوية تفاصيل عن السوشي كده يعني. تمام، احنا عملنا ايه رول هنا، الرول ده بالسمسم، كراب ستيك الحشوة، ومن بره ايه بالسمسم. وكده عملنا الايه السشيمي، وعملنا السشيمي بالكراب ستيك وبالسلمون. تمام، هنا ده بقى هنلفه ايه، ده هنلفه خضار، هنلفه خضار، لفيناه بالخضار، وهنيجي نحط له الايه، احنا لفينا الرول خلاص. تمام، هنيجي نعمله دي مانجا بقى، باخد جنب من المانجا وبقطعه سلايز ناعم جدا رقيق جدا، وباجي بضغط عليه كده يتفرش معايا بالسكينة كبيرة، باجي سحبه وباجي بحطه من فوق الايه، الرول بتاعي. كده احنا هنعمله ايه، نجرنشه من فوق كده ونعمل له شكل من فوق. حطيتها بالشكل ده وفردتها، باجي بس بالحصيرة بتاعتي اللي هي ملفوفة بالبلاستيك، وباجي باضغط عليه بحيث ان انا اخلي المانجا تطبع في الايه، في الرول. ضغطت عليها كده بقت بالشكل ده. نيجي نقطع سلايزات اهو زي ما حضراتكم شايفين. هنيجي نعمل بقى ايه رول كمان، شكل تاني، حاجة تانية. الحشوة بتاعتنا اللي هي ايه، حتة الجرافلاكس او السلمون المارينيتد. طبعا زي ما في السوشي هو بيتعمل اسماك نية، بس المفروض انها تكون اسماك فريش. تمام، يعني البكتيريا ما لحقتش تعيش عليها. ماشي، وطبعا الوسابي بيقتل اي ميكروبات الوسابي مهمته ووظيفته ان هو يقتل الميكروبات اللي في الاسماك. طبعا شايفين الشكل الجميل الاخضر، الافوكادو خضراء، الرز ابيض، الرول بتاع السوشي اسود، اللون السلمون. ماشي، كده عملنا شكل. هنيجي نعمل ايه حاجة كمان، هنعمل بقى ايه سوشيمي بالكورة. نجيب حتة سلمون ونحطها في ايدي كده، وبعد كده ايه نحط عليها رز ونعملها كورة بالشكل ده. طيب في كمان بقى حاجة تانية اللي هو ايه الوسابي. هو المفروض انه بيتحط جوه الايه، الرول، وانا بلف كده، حاجة بسيطة خالص يعني. بس في ناس ما بتحبش الوسابي لانه حار جدا 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 وصعب وقاسي جدا. ففي ناس تحبه كده وفي ناس ما تحبوش كده. تمام، عايزين تحطوه من جوه عادي، مش عايزين تحطوه مفيش مشكلة. طبعا هنعمل حشوة بقى جديدة عندنا اللي هي سلمون، وحطينا خضار، وحطينا ايه كراب ستيك، وهنلفه بقى خارجي من بره.
شايفين بقى؟ بُصّوا أنا باحط الحصيرة في إيدي إيه، باسحب الحصيرة في إيدي ما باخلّيهاش تلِف معاه، وبالِف الرول بتاعي بالشكل ده، ولمّا باجي أحط الرز باخلّي حتّة من الحصيرة إيه، باينة. هنيجي بقى نعمل حاجة مهمة جدًا وهي حاجة جديدة كتير من الناس ما تعرفهاش، اللي هي هنعمل الصوص اللي بيترش على الإيه، على السوشي، اللي هو عبارة بنجيب بطاطس وجزر كاريه وتفاح بنقشّر التفاح ونقطّعهم ونحطّهم على النار ونحط مع التوابل ده جنزبيل، كاري، بابريكا، فلفل، ملح، شوية سُكّر، بنحطّهم عليه وبنقلّبهم في شوية مَيّة صغيّرين يغلوا، استووا معانا بقى بالشكل ده، هنيجي نضربهم في الخلاط، شوية مَيّة صغيّرين خالص معاهم ماشي، ولو في مَيّة زيادة ممكن بنصفّيها قبل ما نضرب في الخلاط، هنيجي نضربهم في الخلاط تمام، أو في الرحاية أو في كَبّة عندنا أي حاجة تضربهم تمام، هنضربهم يطلعوا معانا بالشكل ده، نضيف عليهم شوية كاتشب، نقلّبهم، ده بقى الصوص ده هنيجي نرُشّه على السوشي بعد ما نقطّع السوشي ونحطّه في الطبق، نرُشّهم على السوشي أو نحطّه في بولة كده خارجية راميكان صغير إيه، ونغمّس فيه وناكل تمام، حطيناهم في سكويزة بالشكل ده، سكويزة وبعد كده إيه، بنرُش على الإيه، على السوشي بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين اللي راشينه على الإيه، اللي بالسمسم، تمام، يطلع معانا الطبق السوشي بقى بالشكل ده. أتمنى يكون عجبكم إن شاء الله، وأتمنى أكون قدّمت لكم حاجة مفيدة، تمام، أشكركم شكرًا جزيلًا، ما تنسوش تعملوا اشتراك وتعملوا لايك، شكرًا.